الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين يا رب وفي احسن حال دايما. هنبدأ النهارده فيديو حلو كتير جدا جدا جدا. انا نفسي مستنيه اما كنت اعمل الفيديو ده علشان اصوره لكم كمان. اتمنى باذن الله يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب للقناه لو انتوا لسه مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو النهارده دوسوا لي لايك ليه. الفيديو بتاعنا النهارده بيتكلم عن خطوات العناية بالقدمين او الباديكير اللي ممكن تعمليه لنفسك في البيت للقدمين او للرجل. تمام، بطرق بسيطة جدا جدا وسهلة ومش مكلفة خالص. يلا بينا تعالوا نشوف على طول. اول حاجه هنجيب طبق فيه شويه ميه سخنين، مش سخنه قوي عشان رجلك، بس رجلك تتحملها. وهتجيبي ليمونه تقطعيها شرايح وتحطيها. وبعد كده هتجيبي تقريبا كده ممكن ربع كوبايه ملح وربع كوبايه خل. ولو عندك وحدتين قرنفل ولا حاجه ممكن تحطيها عادي، مفيش مشكله. هتدي برضو حاجه حلوه للميه. وهتجيبي لو عندك شاور جل، اي شاور جل بتستعمليه هتجيبي منه خطا صغير وتحطيه برضو في الميه، وتخلطي كل المكونات دي مع بعضها كده. بعد كده هتحطي رجلك لمدة ربع ساعة كاملة، وتسيبيها في قلب المية ربع ساعة علشان لو في اي حاجة كل الجلد يبوش معاها، وتعرفي تغسليها كويس بعد كده، وتعرفي تتعاملي معاها وهي طرية. ده كان حجر عندي اتخلعت من كتر الاستعمال. معرفش انتوا تعرفوه ولا لا، بس اكيد تعرفوه يعني. هجيب الاول النص ليمونه اقطعك بيها حوالين صوابعي كده، عشان خاطر تبيض معايا اي سواد او اي حاجه حوالين الضفر. تمام، اللي عندكم اللي هو المبرد بتاع الرجل ده مفيش مشكله، يبقى حلو قوي. وبعد كده الفرشه دي بدات اتعك بيها برضو حوالين ضفري، علشان خاطر لو في اي حاجه او اي بكتيريا او اي فطريات تطلع معايا. كل الصوابع تدعكوها زي ما انتوا شايفين كده. نظافه بقى، نظافه بقى كامله، نظافه العين. تمام، هبدأ واحدة واحدة كده لكل الرجلين ان شاء الله. وبعد ما تخلصوا الجزء بتاع الصوابع هتبدأوا بقى بالطوبة دي. كعب الرجل ده اهم حاجة يا جماعة، اوعوا تنسوا. كعب الرجل ده مهم جدا. يعني على قد ما تقدروا حاولوا ان انتوا تضغطوا عليها شوية عشان خاطر يطلع اي بكتيريا او اي جلد زوايد والحاجات دي كلها اللي احنا عارفينها دي طبعا. هتدعكوا بقى الرجل الاتنين زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هرجعها المية تاني. وهبدأ برضو بالجزء الثالث اللي هو بتاع الحجر ده. حقيقي حقيقي بجد اختراع، يعني حلوة قوي، حلوة قوي 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 حرفيا يعني. بصوا يعني بيطلع اي حاجة، بيطلع كل حاجة يعني ممكن تتخيليها. ولو انت بقى رجلك وبس كده نشفت رجلي كويس جدا وبين ضوافري. خلي بالكوا علشان الفترات اللي بتبقى موجودة بين الضوافر من المية. ده سكريب انا عملته عبارة عن سكر وزيت زيتون. لو كان في قهوة كنت حطيت، بس حاليا ما فيش قهوة. ممكن ملح وزيت زيتون وقهوة برضو، ما فيش مشكلة. ما فيش قهوة خلاص. وبدأت ان انا اعمل بحركات دائرية لرجلي. مش قادرة اقول لكم ان الخطوة دي هتفرق معاكم جدا جدا في الترطيب والنعومة، والله والله بجد هتفرق قوي. وبدأت اعمل كده في حركات دائرية واحدة واحدة. نيجي بقى لفقرة الترطيب، مهمة جدا جدا. هجيبوا كريم بنسينول وكريم كرباميد سنة وسنة منها، وعليهم دم غسال او عكر فيستي. لو ما فيش دم غسال او مش عايزين خلاص مش مشكلة، براحتكم. وهتجيبوا الاسترتش بتاع الاكل ده، وتبدأوا تدعكوا الكريم على كعب رجليكم ورجليكم كلها. الكلام ده يا جماعة كل يوم قبل النوم، عشان ايه؟ تحطوا الاسترتش على رجليكم، تلبسوا شراب وتناموا بس.